بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. ليس غريبا أن يعاد انتخاب أنجيلا ميركل من قبل أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فهذه السيدة تحظى بإجماع لدى الحزب دون معارضة تذكر، وغير المعروف فقط حتى الساعة هو نسبة التصويت. كل شيء يدور حول شخصية سيدة الرين الحديدية ونجاحها، وهو ما قد ينظر إليه بعين الحسد من قبل القادة الأوروبيين. في مؤتمر الحزب الأخير عام 2012 نجحت ميركل بنتيجة 97%، وأعيد انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، نتيجة كانت أفضل بكثير من النتيجة التي حققتها عام 2000. إنها سيدة الحزب المحافظ بلا منازع، والتي تحظى في الآن نفسه بنسبة إعجاب كبيرة من المواطنين الألمان. ميركل تتولى منصب المستشارية للمرة الثالثة، وشعبيتها لا تزال في الذروة. بحسب الاستطلاعات وصلت الآراء الإيجابية حول أدائها إلى 67%، في حين يأمل 56% أن تتولى منصب المستشارية لفترة رابعة. بين نظرائها الأوروبيين تتربع على عرش القيادة، وفي خضم الأزمة المالية نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة وتأكيد وجهات نظرها، وأعطت الدروس في كيفية معالجة العديد من القضايا خاصة لفرنسا وإيطاليا اللتان تجدان صعوبة في الخروج من العجز الاقتصادي. أي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية، ما فيش امرأة دارسة العلم على أصوله. ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء، معروف الجهل فاشي في النساء. في سنها 60 هذه السيدة القادمة من ألمانيا الشرقية السابقة والحاصلة على شهادة عليا في الفيزياء تقدمت بسرعة فائقة في عالم السياسة وصفوف حزبها، ومن ثم في منصب المستشارية. على مر السنين حاولت التقليل من صرامتها وأضفت على مظهرها في المناسبات العامة بعضا من البهجة، لكن على ساحة الدولية فهي لا تزال تلك السيدة الحازمة، غالبا ما تكون المرأة الوحيدة في الصور التي يجتمع فيها زعماء العالم. ميركل لا تفوت فرصة للتعبير عن آرائها أو انتقاد نظرائها. أعيد انتخابها لولاية ثالثة في 17 من ديسمبر العام 2013 لتبدأ ولاية ثالثة في منصب المستشارية بعد كونراد أديناور وهلمت شميت وهلمت كول. في نساء بيسمعون؟ ها؟ طيب ماشي، حلو.